شريتوه ولا مازال؟ الفرماج الحمر. وكيفاش تختار هذا الفرماج الحمر وشنو هما الحوايج اللي خصني نحضي معاهم في هذا الفرماج الحمر؟ علاش سميناه الحمر؟ حيت حمر ياك، ولكن اللي خصنا نعرفوا فيه واحد القضيه مهمه هو شنو هي هذه القشره هذه. وهذا سيدي اللي حمر اللي كان البنات كانوا كيديروا به الضفار والدراري كانوا كيلصقوه بحال السنان حمرين، هذا هو النطاميسين او 235. وشنو هو الخاصيه ديال ال 235؟ هو انه اونتي فونجيك، تيمنع نمو الفطريات. فمنين بغينا ناكل الفرماج الحمر اول حاجه نحاول هذه القشره الحمراء هذه اللي غنحيد تتحيد بشكل كبير، يعني ما تبقاش الريحه ديالها ما تبقى. هذا الفرماج ايضا من افضل الاختيارات في رمضان. علاش؟ لانه فيه 24 غرام ديال الماده الدهنيه وفيه 26 غرام ديال البروتينات، وبالتالي فيه واحد المعدل جيد ديال الماده الدهنيه والبروتينات. الا بغيت نختاروا بطبيعه الحال خصني نشوف اللي ما فيهش مواد حافظه، فيه هذه الماده الحافظه الوحيده. الشيء اللي باقي فيه الحليب المبستر، فيه لابريزور، وفيه واحد الملون تيتسمى الكاروتين هو اللي كيعطي هذه الصفوريه، حتى هو ملون. المهم الفرماج اللي جاي من هولندا ولا اللي جاي من النمسا غالبا كتلقاه بنفس التركيبه. بالنسبه للناس اللي بغاو يطيحوا شويه الوزن او ياخذوا شي حاجه اللي هي ناقصه شي شويه من السعرات الحراريه كاين الريكوتا. بالنسبه اللي بغاو البروتينات طالعين كاين البارميزون. الاصدقاء ديال لي دام اللي ما كانش كيعجبوا لي دام بغى شي واحد تقريبا بحالو كاين لي مونطال وكاين الكودا. امتى ناخذ الفرماج الاحمر؟ ناخذه تقريبا في السحور. السحور مزيان لانه يحتوي على الكازينات. الكازينات هي بروتينات كتهضم ثقيل وبالتالي غتعطيك واحد الشبعه ان شاء الله لمده طويله.